هشتري الموارد الفنيه والموارد التصوير، يعني زي مثلا الكاميرا، الرينج لايت، وكمان الادوات التانية. ثالث حاجه انتوا دلوقتي هتشوفوا خطة خريج من خريجين كامب يونج بروجكت مانجمنت بروفيشنال، والخطة دي لأول مشروع في حياته وهو حلمه في المستقبل بعد ما اتعلم خلال 5 أيام أساسيات PMP. مش عايز أحرق لكم بس نتائجهم مبهرة. أنا اسمي سلمى، عندي 11 سنة. النهارده هكلمكم عن مشروعي. عايزة أبقى يوتيوبر في مجال الفن. أول حاجة عشان أبقى يوتيوبر هعملها هي السكوب الحاجات اللي هعملها عشان أبقى يوتيوبر. أول حاجة هعملها هي هعمل مشروع صغير بالإمكانيات الصغيرة اللي عندي. هعمل زي مثلا شوية حاجات خرز أو كده وأبيعها، بعدين أجيب منها الفلوس، وبعديها هشتري الموارد الفنية والموارد التصوير، يعني زي مثلا الكاميرا، الرينج لايت، وكمان الأدوات التانية. ثالث حاجة أتدرب على التصوير والمونتاج. وتاني حاجه هي التايم الوقت اللي هنستغرق فيه، يعني اللي هنعمل فيه الحلم. اول حاجه هنجيب الفلوس، تاني حاجه هنشتري الموارد، وتالت حاجه اتدرب على التصوير، وبعديها هكون حققت المشروع بتاعي. وثالث حاجه هي الريسورس الادوات اللي هستخدمها في المشروع، قصدي في الدريم بتاعي. لوحه رسم، والالوان اللي هلون بيها، وكاميرا اصور بيها عشان انا هيبقى عندي شانل على اليوتيوب، واضاءه اللي هي رينج لايت. وبعديها البادجت الفلوس اللي معايا اللي هصرفها دريم بتاعي هي 1500 جنيه. جت منين دي يا سلمى؟ جمعت كل الحاجات اللي هشتريها، بعدين طلع 1500 جنيه. الريسك لو فلوس احتياطي، يعني مثلا انا رايحه مكتبه عارفه اسعارها ان هي رخيصه او كده، وفجاه لقيتها قفلت، ماشي، فاضطر ان انا اروح مكتبه تانية. المكتبه التانية دي فيها مثلا حاجات اغلى شويه، فلازم يبقى معايا فلوس زياده. فانا معايا هنا ريسك 200 جنيه، ماشي، وهنا ستيك هولدر هي الناس اللي هتبقى معايا في المشروع ده او الناس اللي هشتري منها. معايا هنا بابا وماما واخويا وجدي وجدتي ليه؟ عشان بيدوني برضه هديه، ماشي. اليوتيوب عشان هو انا هصور عليه، والمكتبه عشان هشتري منها، والبنك ممكن اليوتيوب يحول لي فلوس عليه او كده، وتيك توك ممكن برضو ابقى انزل فيديوهات على التيك توك. المشاهدين اللي هيتفرجوا على قناتي. وتاني حاجه المشترين اللي هيشتروا مني في المشروع الصغير، والبياعين برضو اللي ممكن هشتري منهم لما ابقى اعمل مشروع، او يعني اما اشتري منهم الحاجات دي. وخالي وعمي وخالتي وعمتي برضو بيدوني فلوس. وبس كده. ممكن اسالها سؤال كبير.